شبابنا الحلوين، احنا معادنا النهارده مع الدرس الاول. طبعا قبل ما نبدا الدرس حابب اقول لك انت اكيد اطلعت على الخطه اللي انا منزلها لك. طب الخطه دي عباره عن ايه؟ من اول حصه لاخر حصه، هنبدا امتى، هنخلص امتى، كل اسبوع هناخد ايه، تقسيمه، مواعيد الامتحانات، مواعيد المراجعات، مواعيد الامتحانات الشامله، كل التفاصيل ده عندك تقسيمه. واحلى حاجه ان تبقى مرتاح جدا للمدرس اللي ماشي بخطه، مش ماشي بعشوائيه خالص. عشان كده احنا عاملين خطه ننزلها لكم بكل تفصيله، كل حصه بناخد ايه وهنشرح ايه وهنحل ايه عشان تبقى مرتاح نفسيا وتبقى جاهز للكلام ده. شبابنا الحلوين، انت حابب اقول لك انك لازم تبقى مطمن. امتحان السنه اللي فاتت كان سهل جدا، وان شاء الله السنه دي برضه هيبقى سهل، بس عايزك تسمع الكلام اللي انا هقوله خطوات زي ما زمايلكم قبل كده سمعوا الكلام وربنا وفقهم وجابوا وقفلوا الدرجه النهائيه. هو عيال كتير جدا قفلوا وربنا يحافظ عليهم وان شاء الله، والسنه دي هم في الكليه وربنا يفرحهم. في البدايه كده احنا عندنا الدرس الاول بيتكلم معانا الحاجتين، عندي شده التيار وفرق الجهد حاجه والمقاومه. عشان كده قسمناهم من كام محاضره، محاضرتين. وخد بالك احنا مش هنشرح جزئيه الا لما نحل عليها، وكمان بناخد الواجب عليها، وكمان بناخد اختبارات عليها، وبناخد كل يعني هنفرمها. فانا عايزك تبقى مركز معايا عشان ربنا يوفقك. في البدايه كده اول حاجه يعني ايه تيار كهرباء؟ انا عايزك كده انت كطالب شاطر تقرا التعريف. ما انت لما تقرا التعريف الاول مع نفسك هتبدا تستوعب المستر هيتكلم على ايه. فاهم قصدي؟ فانا عايزك دايما كده سابقني بخطوه، طول ما انت سابقني بخطوه هتفهم اسرع، طول ما انت متاخر ولسه هتستوعبني مش هتفهم. طب تمام، قريت التعريف؟ هتقول لي ايه هو التيار الكهربائي؟ قريت كلمه فيض من الشحنات الكهربيه تسري خلال موصل. طب ما فيش مشكله، يعني ايه؟ تعال نجيب الموصل ونشرح عليه. ادي الموصل حته سلك، ما تتخضش هو سلك اهو. طب والسلك ده بكل بساطه ماله يا مستر؟ السلك ده هو عباره زي اي ماده في الدنيا خدناها في الكيمياء من اولى ثانوي، وانت عمال تاخد الماده بتتكون من عنصر، وعنصر من ذره، والذره من نواه، والنواه يدور حولها الكترونات، وفي شحنات موجبه وفي شحنات. ايوه كل القصه دي انا عايز منك الشحنات. طول ما الموصل ده بتجري فيه الشحنات دي، بتتحرك فيه شحنات من جوه، طول ما فيه تيار كهربي. خلينا متفقين على المبدا ده. سلك، ماده جوه ماده السلك طول ما بيجري جواها شحنات، طول ما فيه تيار كهربي، والدنيا بسيطه وسهله. بس ده اللي انا عايزك تعرفه. حلو جدا، تمام. طب يا مستر، هو في انواع للمواد؟ طبعا، ما معلش بالكلمه حالها بنتكلم بالبلد انا وانت. طب ما في مواد زي النحاس او السلك اللي احنا بنتكهرب منه، والخشب ما بيكهربناش. يبقى كده معناه ان كل المواد بتوصل كهرباء، كل المواد بيمر فيها تيار كهربي؟ لا. عشان كده انا هقسم المواد معانا لكام حاجه؟ لثلاث حاجات. ايه هما؟ مواد موصله بنتكهرب بسببها هو بالبلدي، مواد عازله مهما مسكت بيها الكهرباء مش هتكهرب، مواد شبه موصله ولا من حق موصله ولا عازله. نبدا بالمواد الموصله. انا ملاحظ المواد الموصله كلنا عارفين المثال المشهور جدا اللي هو مستر مثال النحاس. مفيش مشكله، ما النحاس ماده موصله. بس انا عايز اقول على حاجه عشان هتلاقي بيتكلموا فيها كتير. اعرف منين انها ماده موصله غير النحاس؟ تعال اقولها لك بالبلدي كده. ادي الصوديوم مثلا 11، فاكر توزيعه؟ يا مستر 2 8 ايه 1. عايش يا حبيبي. المستوى الاخير هنا فيه كام؟ 1 او 2 او 3. كل دي احنا بنسميها عندنا الكترونات حره. وطول ما في الكترونات حره اعرف ان الماده دي موصله. سوا. يبقى خلينا نقول ان انا عندي مواد موصله زي النحاس بتوصل الكهرباء، الحديد بيوصل الكهرباء، جميع الموصلات والمعادن بتوصل الكهرباء. طب انا عايز اعرف انها ايه ازاي؟ بكل بساطه انت مستر المستوى الاخير فيه 1 او 2 او 3، اعرف كده ان فيها الكترونات حره يعني بتوصل الكهرباء. ماشي. طب مواد عازله احنا عارفينهم مستر. مواد عازله يعني هي مواد عازله، يعني مواد لا تسمح بمرور التيار الكهربي. زي مين يا مستر؟ زي الخشب، البلاستيك، المطاط. الحاجات دي لو انا مسكت الكهرباء مش هتكهرب، وانا عارفهم يا مستر. مفيش مشكله، بس احب اضيف لك حاجه صغيره عشان برضه دماغك تبقى ثابته. اعرف منين؟ الكلور. الكلور 17 وزع، ايوه 2
8 كام 7، يعني المستوى الاخير فيه كام 7. هو اصلا المستوى اخره كام 8، يعني ال7 دول يبقوا حرين الحركه ولا مكتومين في مكان ضيق؟ مكتومين، يعني الحركه بتاعتهم صعبه صح؟ ولو 6 برضه الحركه بتاعتهم صعبه، ولو 5 الحركه بتاعتهم صعبه. عشان كده بنقول عليهم مواد ايه؟ عازله، لان الالكترونات صعبه تتحرك، مش زي هنا. يعني مش زي عندي في الرسمه ايه دي. يعني لو رجعنا لا في الرسمه اللي فاتت دي، انا عايز الالكترونات دي تتحرك، انا عايز دي تتحرك، يبقى لازم تبقى الكترونات حره. يعني المستوى الاخير فيه 1 او 2 او 3، يبقى الماده دي موصله. طب لو 5 و6 و7 يعني صعوبه الحركه، يعني ماده عازله. طب ايه حكايه الماده الشبه موصله دي بقى؟ لا دي حكايه، ده فصل تامن كامل هشرحه لك دلوقتي. انا هعرفك معلومه صغيره عن المواد دي، زي السيليكون والجرمانيوم، دي بتوصل كهرباء لما تسخنها. خليك فاكر الجمله دي، سخن الماده تلاقيها بتوصل كهرباء وشغاله كهرباء 100 100 معاك، غير كده ما بتوصلش كهرباء معاك. تمام ماشي. تعالى بقى نروح مع بعض كده لحاجه بتاعت بيسموها بتاعت ابتدائي. طب هتقول لي ايه؟ ازاي نكون دايره كهربائيه؟ كنت بلعب وانا صغير يا مستر، بجيب الحجر وبعدين اوصله بسلك، وبعدين اجيب لمبه واللمبه تنور وببقى فرحان ومبسوط. اه ده حقيقي، ما هو ده مكونات الدايره. شكل الحجر ايه؟ بطاريه اهو. اهو يا ابني اهو اهو عشان ما تقعدش تتخيل شكله اهو. البطاريه دي انا برسمها كده، او الحجر او العمود الكهربي، معلش اللفظ الصحيح ليه العمود الكهربي. طالما واحد يبقى عمود واحد، كذا واحد جنب بعض اسمهم بطاريه. دي حته اضافه بس احنا مشغلين هنقعد نقول دي بطاريه بطاريه بطاريه. بقول لك من الاخر عشان ما تقعدش بقى تهلك دماغك وتستهلكها بدري بدري. خد بالك الدنيا لسه بتبدا ولسه بتسخن ولسه في حاجات كتير، هتقعد تحمضها كده في الاول هتبوظ منك. فخليك كده سلس اهو. انا عارف ان ده اسمه عمود وكذا واحد جنبه، تمام، يبقى اسمهم بطاريه. بس انا عارف ان طول السنه ان هرسم الواحد اقول عليه بطاريه بالبلد كده عشان بس نختصر. طب ماشي، هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن طرف موجب وطرف سالب. الطويل موجب والقصير سالب. يا مستر يا حبيبي، دفعه السنه اللي فاتت كانوا مش عارفين يفرقوا بين الموجب والسالب، بين الطويل وبين القصير. اذا يحفظ كده الطويل موجب والقصير سالب. معلش اصل انا عانيت، انا يعني عانيت بقالي 10 سنين بعاني، وكل ما تيجي نلعب مدافعه بتبقى اسوء من اللي قبلها. يمكن اقول الدفعه اللي جايه تبقى احسن، الدفعه الجايه تبقى احسن، لا. فخلينا كده ببساطه انا معاك، بسيط جدا. يلا تاتا تاتا ومع بعض واحده واحده، ونقول الحاجه بما اسهل من السهوله، عشان لما نيجي نحل السهل نعرف نحل الصعب. لازم نبدا تدريجيا ونطلع السلم واحده واحده. يلا يا شباب، خلينا كده. انا عرفت ان دي طرف موجب وطرف سالب، الطويل موجب والقصير ايه؟ سالب. مفيش مشكله بس جميل. بعدين عايز تقول لي ايه؟ بعدين لازم حاجه تتحكم في السلك. ما انا معلش، انا لو جبت المقاومه دي، شايف شكل المقاومه عامله زي الزجزاج. يعني مقاومه؟ لا اصبر شويه، لو انت مش عارف مقاومه من ايام اعدادي اصبر شويه. خليك فاكر ان دي مقاومه، حاجه بتعرقل التيار، بترخم على التيار. طول ما التيار ماشي هي بتقول له لا بقى تحدي. بنبدلها بقى، خليها مؤقتا نبدلها بايه؟ بلمبه. طب عايز تعرف شكل المقاومه في الحقيقه؟ اهو ده شكلها الجميل ده. هتلاقيها موجوده في الاجهزه الكهربائيه كتير جدا. تمام، هتلاقي الشكل ده اكيد انت شفته، استحاله ما شفتوش. طب اكيد كسرت حاجه وانت صغير، يعني ايه كنت سليم؟ مفيش. تاني حاجه معايا ايه؟ ممكن ابدلها بلمبه. طب معلش، انا دلوقتي لو مفيش المفتاح ده، شايف المفتاح اهو؟ ده المفتاح، يعني افتح واقفل اهو، شايفه؟ ماله؟ انا لو المفتاح ده مش موجود وموصل السلك، هتفضل اللمبه منوره على طول. طب افصلها ازاي؟ ما انا عايز مفتاح يتحكمني، يفتح في غلق الدايره. اقفل المفتاح اللمبه تنور، افتح المفتاح وقطع السلك اللمبه ايه؟ تطفي. طبيعي يمر التيار ايه؟ كهرباء. حاجات بديهيه وسهله جدا، بس انت محتاجها. ده شكل الدايره اللي انت تفضل ترسم. الدايره دي بتبدا من بدايتها هنا وبتكبر معانا، لحد ما تقول بس. ماشي؟ فخليك فاكر شكل بسيط، حته بطاريه، حته مفتاح، حته مقاومه. ممكن نبدل المقاومه بمصباح او المصباح بمقاومه. صعبه؟ دي حاجه جميله مع بعض يا شباب. نروح بقى لاتجاه التيار الكهربي. ايه ده؟ هو التيار الكهربي ليه اتجاه؟ طبعا. هو انت فاكر الموضوع سهل؟ تعالى اوريك شكل الدايره اللي احنا ايه
معانا فيها. يلا نروح. عندي دايرتين اهو. تعالى نمسك شوف بقى، بص معايا. لو جيت قلت لك بالبلدي ان الشحنات هنا خرجت من الطرف الموجب، الشحنات من الطرف الموجب ورايحه ماشيه 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 اهو، رايحه للطرف السالب، يبقى اعرف ان ده عندنا اسمه اتجاه تقليدي. اتجاه تقليدي يعني حركه الشحنات. حلو الصيغه دي؟ تمام. يبقى حركه الشحنات اتجاه ايه؟ تقليدي. ماشي. لو جيت قلت لك انا مش هخرج شحنات، انا هخرج الكترونات من الطرف السالب، الكترونات الكترون للطرف الموجب، يبقى ده اسمه حركه الالكترونات، او الاتجاه ده اسمه اتجاه فعلي او الكتروني، ده الفعلي، وبيرمز له بالرمز اي. اما التقليدي اي. فهمت؟ نفسي اسالك سؤالين اختبر ذكائك فيهم. تقول لي اختبر ذكائي يا مستر؟ عيب عليك، ده انا برنس قاعد قدامك. اسال. هو انا لما اجي احل في المناهج امشي على الاتجاه التقليدي ولا الاتجاه الالكتروني؟ واحد بقى فكرت دماغه، هنمشي يا مستر على الاتجاه الالكتروني طبعا. اتجاه الكتروني عشان حديث يا مستر هو الحقيقي. لا، ما انت بتقول فعلي، بتتكلم على فعلي. لا يا منيل، لا يا منيل، لانك انت هتمشي طول المنهج على الاتجاه التقليدي، هتمشي طول المنهج من الموجب للسالب، الا لو هو قال لك بنفسه انا عايز منك الاتجاه الالكتروني، يبقى هو حدد لك، ذكر لك في الموضوع، يبقى تستخدم من السالب ليه؟ للموجب. يبقى طب يا مستر يعني الالكتروني ده غلط؟ لا، وانا قلت لك غلط يا اخويا، ما ده بيكمل ده، الاثنين حاجه ايه؟ واحده. بس احنا يوم ما هنمشي مش هنزعل الناس القديمه اللي هم التقليديين اللي كانوا قايلين لنا من الموجب ليه؟ للسالب. يبقى الفيزياء كلها بتاعتنا بتتكلم من فين لفين؟ من الموجب للسالب. ماشي بس جميل. سؤال تاني وذكاء تاني وذكاء خارق حلو قوي. ايه هو؟ هو يا مستر انت قلت لي الاتجاه التقليدي من الموجب ليه؟ للسالب جوه بره البطاريه. بره ايه؟ البطاريه، بره المصدر. من الموجب ايوه للسالب. طب ولما يجي يكمل هيكمل جوه البطاريه عشان يخرج تاني، صح؟ يبقى جوه 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 من فين لفين؟ من السالب للموجب. يبقى الاتجاه التقليدي من الطرف الموجب للطرف السالب بره البطاريه، ومن السالب للموجب داخل البطاريه. الاتجاه الالكتروني من السالب الى الموجب بره البطاريه، ومن الموجب للسالب داخل البطاريه. فهمت النقطه دي؟ تمام. تعالى بقى نسيل ولا ايه؟ مش جاهز؟ ارجع عيد الفيديو تاني عشان تجهز، عشان تثبت المعلومه. فيها مشكله؟ دي حركه الشحنات، دي حركه الالكترونات، دي اي دي اي. اتفقنا؟ ماشي. يلا يا مستر على طول على الاسئله. السؤال الاول. ايه السؤال؟ اي من الاشكال التاليه يمثل بشكل صحيح الاتجاه الاصطلاحي للتيار هو اتجاه حركه الالكترونات اي بين طرفي المصباح؟ عايز الاتجاهين. ها مين فيهم؟ تعال بص. هو مبدئيا وانا ببص في الاختيارات الاثنين مش في اتجاه واحد، يعني ما تجيش بقى تستسكلي وانا بحل. انا هختار معاك ايه؟ الف. لا طبعا، عمره ما يكون الاثنين في نفس الاتجاه، مستحيل. ولا ب. يبقى الاجابه ج او د. هو انا اسال حاجه، هو عايز الاتجاه الاصطلاحي رمزه اي. من فين لفين؟ من الموجب للسالب ادي. طب ماشي، الاتجاه الالكتروني ايه؟ من فين لفين؟ من السالب للموجب اهو. بس. تمام. ماشي. يبقى ج تنفع، يبقى ده مش هتنفع لان معكوسه. تمام. احلى شباب، جميل. تعالى بقى نروح معايا للسؤال اللي بعده. اجابته كده احنا جيب. اقرا السؤال. اي مما يلي يمثل اتجاه اصطلاحي.
اتجاه اصطلاحي هو حركه الكترونات ولا حركه شحنات؟ حركه شحنات. يبقى الف مش هتنفع ولا ب هتنفع، لان الف كده ده لي حركه الكترونات وب حركه الكترونات. يبقى بيتكلم عن حركه مين؟ الشحنات. حركه الشحنات من فين لفين؟ من الموجب للسالب. يبقى ده حركه الشحنات الموجبه من القطب الموجب للقطب ايه؟ السالب. يبقى الاجابه عندي ده. تعال بقى نروح للاسئله اللي ذكرت في الامتحانات. ما انت فاكر كده سهل الموضوع؟ برضه في كام تكاده الموضوع. واحد يقول لي الموضوع سهل جدا. هو سهل بس برضه بص على السؤال، اقرا السؤال ويلا وقف الفيديو وجاوب وبعدين نسمع اجابتي. يلا بص يا شباب، دائرتان كهربيتان تحتويان على كل منهما على بطاريه ومقاومه، ويكون الاتجاه التقليدي واتجاه التيار الفعلي في الدائرتين الخارجيتين في الدائره الخارجيه للدائرتين هو. اول حاجه انا عايز منك الاتجاه التقليدي عشان ايه يبان معانا. انا عايز منك الاتجاه التقليدي في واحد، يعني واحد ده عايز تقليدي، يبقى من فين لفين؟ من الموجب للسالب. يعني همشي كده. هسألك سؤال، هو كده اقف انت قدام انا الشاشة اهو قدامك، اعمل كده كده مع عقارب ايه؟ الف يمين عقارب الساعة، الف شمال عكس عقارب ايه؟ الساعة. خدت بالك؟ عشان انا عارف برضه مش عارفين تفرقوا بين عقارب الساعة، اصل مش هتبقى اذكى من الدفعة اللي قبلها. تمام؟ يبقى هنا بس انا عارف ان في عيال حلوه وسطكم برضه، ما تنكرش الدفعه دي انا مجربها في ثانيه ان في عيال فحيته وشاطره، بحب اقول لهم برافو عليكم. بس نكمل دلوقتي. هنا بقى بيقول لك ايه؟ انا عايز الاتجاه التقليدي، يبقى لفته كده، يبقى بلف ايه؟ يمين، يبقى مع عقارب ايه؟ الساعه. هنا بقى عايز الاتجاه التيار الفعلي في 2. تمام؟ الفعلي اتجاه التيار الفعلي في 2، يعني من فين لفين؟ من السالب ايوه للموجب. وهتتلخبط عشان انا نبدل هنا البطاريات، انا عارفك سالب لا ما بنبدل البطاريات. يبقى من السالب للموجب، يعني انا بلف برضو مع ناحيه ايه؟ اليمين، يعني مع عقارب ايه؟ الساعه. يعني هنا مع عقارب الساعه ومع عقارب الساعه، يبقى اجابتي الف. تمام؟ يبقى دي كده معايا السؤال الجميل ده. نروح بقى لسؤال تاني. بص بقى، ممكن يجي لنا بالصيغه دي في الدائره، في الشكل الذي امامك دائره واحد، اتجاه بقى يمثل الاتجاه التقليدي. بيقول لي واحد دي هي يمثل فيها الاتجاه مين؟ التقليدي. يعني من فين لفين؟ ادي السهم نازل كده صح؟ يعني ماشي كده، يعني هنا موجب وهنا ايه؟ يعني الاكس ده موجب والواي ايه؟ سالب. يبقى اول حاجه الاكس موجب هنا او هنا والواي سالب هنا او هنا، يبقى كده دول مرفوضين. ماشي. بعدها هنا ويمثل والدائرة رقم 2 اتجاه التيار الذي يمثل الاتجاه مين؟ الفعلي. الفعلي ماشي كده، هو مرسم لي كده، يبقى من السالب للموجب. ادي السالب للموجب، يبقى زد سالب وال موجب. يبقى الاجابه عندي الاجابه ب ما نفعتش مين؟ حلينا حبه اسئله حلوين بيخصوا الاتجاه، اعتقد مش هيجي لك بره الكلام الجميل ده اللي انت شفته. تعالوا بقى يا شبابنا الحلوين نروح لحاجة تانية سوا. نروح بقى لشدة التيار. في فرق بين كلمة التيار الكهربي وشدة التيار الكهربي. هتسألني يا مستر ايه الفرق؟ كلمة شدة التيار هقول لك بالبلدي كده وركز معايا. هو أنا همسك سلك التلفزيون اهو، تمام، ويجي واحد صاحبي اسمه أحمد أوصله السلك كابل اللي في الشارع. نغير بقى نفرق ايه بأي شكل ليه كده. تمام. مين بيكهرب أكتر؟ إجابتك أنا عرفتها. رامز هيكهرب كهرباء بسيطة، سلك التلفزيون ده ممكن يهرب منه. ولكن أحمد لو قفش فيه سلك مين؟ كابل الشارع ده هيعمل معاه الجلاشة كلها، هيفرم.
طب ليه؟ علشان ان الشحنات، بص بقى، بص الجملة بتتقال ازاي. كمية الشحنة اللي هياخدها رامز قليلة اللي ماشية في السلك في الثانية الواحدة، ولكن هنا كمية الشحنة اللي هياخدها أحمد أيوة كتيرة قوي في الثانية الواحدة. يبقى كمية الشحنة المارة في الموصل في الثانية الواحدة اسمها شدة ايه؟ التيار. يبقى نقول ايه هو شدة التيار؟ هي كمية ايوه الشحنة المارة في الموصل في الثانية ايه؟ الواحدة. كل ما كانت كمية كتير كل ما كان تيار كتير شدته كتير فالكهرباء كتير. شدة التيار عندي رمزها ايه؟ رمزها اي، دي شدة التيار. ماشي. اي هي شدة التيار ما نقول ايه؟ هي كمية الشحنة. يبقى الكيو هي كمية ايه؟ الشحنة. ماشي. والتي ده معايا مين يا شبابنا الحلوين؟ الزمن. ماشي. بص لي هنا بقى احلى شباب. اتفضل يا مستر. وحدة قياس كل واحدة منهم. شدة التيار وحدة قياسها أمبير، فاحنا هنرمز له بالإيه. الكمية الكهربية وحدة قياسها إيه؟ كولوم، وهنرمز لها بالرمز سي. الزمن ثانية، ونرمز لها بالرمز إيه؟ اس. تعال أعلمك شوية حاجات من ده. المعلومة رقم 1 إيه هي يا مستر؟ اللي هو المثلث بتاعنا العادي. لو أنا عايز الآي كيو على إيه؟ على التي. ماشي، دي أول حاجة. فلما أجي أقول لك إيه؟ أصحى معايا في اللي أنا هقوله دلوقتي قوي يا شبابنا الجميل. الموضوع دخل في الجد شوية. لو أنا قلت لك أنا عايز الوحدة المكافأة. الوحدة إيه؟ المكافأة. يعني إيه وحدة مكافأة؟ لو جيت قلت لك أنا عايز الوحدة المكافأة لكلوم على ثانية، أو مثلا أمبير في كلوم، أو مثلا الكلوم على أمبير. ماشي؟ تعالى واحدة واحدة. سهلة جدا على فكرة، مش صعبة. هو قبل ما نكمل، هي مش دي كلوم ودي ثانية شدة التيار أمبير؟ كوحدات قياس. فلما أجي أقول لك كلوم على ثانية، أدي الكلوم ودي إيه؟ الثانية. اقسم ده على ده يديك إيه؟ شدة التيار اللي هي وحدة قياسه إيه؟ أمبير. لو سألنا عن الوحدة المكافأة، لو سألنا عن الكمية الفيزيائية اللي بتعادل كده، أقول له عينيا الكمية الفيزيائية هي شدة إيه؟ التيار. صح؟ يبقى أنا كتبت القانون بخرج الوحدات أهو. تمام. لو قال لي أمبير، تمام؟ سوري، أمبير في ثانية. أمبير في ثانية، نعدلها بس تعديل صغير. قال لي أمبير في ثانية. عايزين اللون، ها؟ أمبير أهو في ثانية أهو، مضروبين في بعض، يتبقى معايا مين؟ كولوم، اللي هي وحدة قياس الكمية إيه؟ كهربائية. ماشي. جه قال لي كولوم على أمبير، أقول له عينيا، تتبقى معايا مين؟ ثانية، اللي هي وحدة قياس مين؟ الزمن. صعبة؟ أمرها سهل يا مستر، وسهل جدا. كده أنا اتكلمت معاك في وحدات مين؟ القياس. تعالى بقى أدندن معاك شوية، هلف معاك في القانون تاتا تاتا.
اتفضل. عايزك تصحصح معايا عشان دي تبقى اهم صفحه النهارده. يلا مستر ما تخافش، يلا دوس. هو انا عارف ان الكيو هي كميه الشحنه او الكميه الكهربيه، يعني عدد الشحنات، صح؟ ايوه برافو. يعني كل ما الشحنات كانت كتير كل ما كانت الكميه الكهربيه كتير كل ما كانت شده التيار كتير. صعبه دي؟ جميله يا مستر، مفيش مشكله. يبقى اذا الكيو مرتبطه بالعدد اللي هو ان، بس اضربها في شحنه الالكترون وده ثابت هنبصمجه. مش هنبصمجه يعني هنحفظه النهارده، انا من كتر ما انا هكتبه طول السنه هيبقى من الحاجات المهمه عندي كتير قوي. فكده بكل بساطه ان الاي ده رقم ثابت بكام يا مستر؟ الاي ده قال لك قيمته الثابته 1.6 في 10 أس سالب كام؟ 19. ماشي، يبقى انا كده وصلت القانون التاني لشدة التيار. ايه هو القانون التاني بتاع شدة التيار؟ اللي هو بيقول لك ادي الاي، اشيل الكيو واكتب مكانها مين في مين؟ ان في، انا شلت الكيو دي كتبت مكانها اهو ان في على مين يا شبابنا؟ على التي. ماشي كده اول حاجة. يبقى انا كده عندي كام قانون للتيار؟ 2. احنا ممكن نجيب قانون تاني؟ تعال اقول لك على حاجة. هو مش الالكترونات بتتحرك في مسار دائري؟ وممكن تعمل دورة كاملة. يعني هنتكلم عن الزمن ايه؟ الدوري. يبقى انا ممكن اشيل الزمن ده واكتب مكانه زمن ايه؟ دوري، تي كابيتال. الزمن الدوري هو زمن اهتزازة كاملة او زمن دورة كاملة، وهو كنا بناخده في تانية سنة وهو مقلوب التردد. يعني انا بكل بساطة وركز في الحتة دي اهو، انا ممكن اشيل التي دي واكتب مكانها 1 على ايه؟ اف. اصبح معايا الشكل ده ان في اي في 1 على اف. ده بص بقى، بص هنا، بسط مقام المقام يطلع بسط. يعني الحاجة اللي موجودة في المقام اللي تحت المقام تطلع ايه؟ بسط. يبقى بالبلدي كده الشكل بتاعنا ايه؟ الشكل بتاعنا اي بتساوي ان اي اف. كده كام قانون؟ 3. يبقى انا وصلت ل3 قوانين لشدة التيار. اي بتساوي كيو على تي، التاني ان في اي على تي، التالت ان اي اف اللي هو التردد. صعب هنكتبهم كلها، هرسهم لك واظبط لك الدنيا. ماشي. في حاجة تانية عايز تتكلم فيها؟ طبعا. اتكلمنا عن السرعة، هي السرعة ليها علاقة بالموضوع. تعالى شكلك تايه، هرجعك لإيه؟ حاجات كده عشان بس أنا عارف إنك هتوه وتحس إن الموضوع كبير، بس هنلمه بعد دقيقة في القوانين. هو أول حاجة كنا بناخد إن السرعة مسافة على زمن، وده إلكترون بيتحرك في مسار دائري، يعني المسافة بتاعته هي محيط الدايرة، يبقى 2 باي نق على الزمن. فلما اجي اقول ان الاي الجميله دي مالها بتساوي ان في اي على التي، واشيل اللي بص بقى، هشيل بقى التي وهكتب مكانها ايه؟ انا عايز اشيل، انا واخد بص ادي السرعه، فانا لو عايز اجيب التي دي يبقى 2 باي ار على الفي، يبقى 2 باي ار على الفي، والفي تطلع فوق مقام المقام بس. يبقى وصلت للقانون الثالث ان اي في على 2 باي ار. كده انا وصلت كام قانون للاي؟ كتير. تيجي بقى نلمهم عشان ما تتوهش. انا عايزك تاخد الصفحه دي سكرين شوت عشان تعرف ان احنا هنكتبه على اساس ايه. اتفقنا؟ هنمسك كل قانون ونفصل وحدات ايه؟ قياسه. حلو يا اهلا شباب، يلا.
بص بقى معايا، اول قانون هو قانون الاي، برافو، بتساوي كيو على ايه؟ على التي. والتاني اي بتساوي نت كات نت، ايوه الاي بتساوي نف، الاي بتساوي نيفر. يبقى انا يا شبابنا الحلوين عندي كام قانون للاي؟ اي كات، اي نت، اي نف، اي نيفر. اي كات، اي نت، اي نف، اي نيفر، اي كات، اي نت، اي نف، اي نيفر. تعال نترجم كل واحد. احنا كده كده احنا عارفين ان الاي دي كلها اسمها شدة ايه؟ التيار. سيدي عليك يا مستر رامز. مين الكيو دي؟ برافو، كمية كهربية. مين التي ده؟ الزمن. مين الان دي؟ عدد الالكترونات. مين الاي دي؟ شحنة الالكترون. مين التي؟ الزمن. مين الاف الجديدة دي؟ التردد اللي هو معلوم الزمن الدوري. مين الفي دي؟ سرعة. مين الار دي؟ نصف قطر. حلو يا احلى شباب واجمل شباب. تعالى بقى صحصح لي. الكيو وحدة قياسها كولوم، الزمن ثانية، شحنة الكترون رقم ثابت 1.6 في 10⁻⁻⁻19. تمام. التردد هرتز. ماشي. الفي السرعة متر لكل ثانية، نصف القطر بالمتر. شدة التيار أمبير. كتبت لك كل واحدة ولها وحدة إيه؟ قياسها. ماشي. نص بقى الناحية دي هقول لك كام معلومة بخصوص كل قانون. اتفضل يا مستر. يبقى عشان ما نتلخبطش، اي كات، اي نت، اي نف، اي نيفر. هنا لما يدينا الكمية الكهربية، هنا لما يدينا عدد الالكترونات، هنا لما يدينا التردد، هنا لما يدينا ايه؟ السرعة. عايز اقول لك حاجة بخصوص القانون ده عشان بيتكرر كتير، ساعات بيطلب مني الان هو عدد الالكترونات. بص، اي في التي على الاي، كده احفظها. يعني ايه؟ خليك فاكرها دايما، ان بيساوي اي في التي على اي، بتتكرر كتير جدا. انا حبيت ايه؟ قلت لك. تعالى اقول لك على كام علاقه ما بين علاقات بقى. اول معلومه تبقى مركز جدا، ايه هي يا مستر مع بعض؟ اول حاجه انا عايز اعمل علاقه بين شده التيار والكميه ايه؟ كهربيه. يعني بين الكيو او الاي والكيو، او الكيو والاي، كده كده بينهم علاقه ايه؟ طرديه. كلما زادت الكميه الكهربيه تزداد معايا شده مين؟ التيار. ودي رسمة العلاقة ايه؟ الطردية. دي أول معلومة خليها ثابتة ايه؟ معاك. تاني حاجة، عايز أعمل علاقة بين الأي والتي، ولو أنت حضرت حصة التأسيس هتعرف. أنا قلتها لك في الاستخوف بس. شدة التيار ثابتة، شدة التيار ثابتة بمرور الزمن. يعني حبة مهما بعد ساعة بعد ساعتين نفس الكمية الكهربية اللي ماشية في السلك هي. أنا حاطط الفيشة في السلك، قصدي السلك في الفيشة، صح؟ في الكهرباء يعني ماشي فيها كهرباء. هل مره الكهرباء تبقى قليله ومره تبقى كتيره؟ ولا هي نفس الشده نفس الكهرباء رغم ان بيعدي الزمن وبيزيد؟ يبقى شده التيار ثابته بمرور الزمن. وبكده يا شبابنا اتكلمنا عن شده ايه؟ التيار. احنا محتاجين طبعا نحل عليه، هو احنا مش حاجه من غير ما نحل عليها، لازم نحل عليها. خد سكرين شوت قبل ما نبدا نحل. في السؤال ده بيقول لي ايه؟ احسب شده التيار المار بالموصل والناتج عن مرور كمية كهربائية مقدارها. طب أنا هقول لك حاجة بسيطة. يعني أنا كده معايا هو عايز شدة إيه؟ التيار اللي هي رمزها أي، والناتج عن مرور كمية كهربائية من الشحنة الكهربائية مقدارها. الشحنة الكهربائية مقدارها اللي هي الكمية الكهربائية اللي هي بالكولوم اللي هي الكيو. خلال مقطع من الموصل في زمن، الزمن 3 ثواني.
انت عايز مني ايه؟ عايز منك شده التيار، تعويض مباشر. ايه قانونها؟ كيو على تي، الكميه الكهربائيه على الزمن. يلا نعوض. ماشي، انا هشيل الكيو دي واكتب مكانها كام؟ 15. طب والزمن اكتب مكانه كام يا شبابنا؟ 3. 15 على 3 بتساوي 5 ايه؟ امبير. بس يبقى اجابتي الاولى 5 ايه؟ امبير، هي الاجابه رقم عارف. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ بيقول لي كم عدد الالكترونات، يعني هو ان هي بيسالني على الان، بيسالني على مين؟ الان التي تمر عبر مقطع من موصل في زمن قدره 1 ثانيه. يعني هنا بيسالني، بيقول لي الزمن 1 ثانيه. كانت شدة التيار المار في الموصل 20 امبير، يعني ده الاي ب 20 امبير شدة تيار اهو. وشحنة الالكترون اللي هي الاي رمزها بالرقم ده 1.6 في 10 أس سالب 19. انا عايز الان. ارجع من دقيقتين لما قلت لك خد سكرين شوت، قلت لك هيطلب منك الان. هو مين في مين؟ اي في التي على الاي. تمام، احنا واحده واحده كده مع بعض. هي الاي بكام؟ هي الاي ب 20. طب والزمن قد ايه؟ الزمن 1 على الاي شحنه الكترون كام؟ 1.6 في 10 أس سالب كام يا شبابنا الحلوين؟ سالب 19. طب تمام، نطلع الناتج بتاعها. امسك آلتك الجميلة، هجيبها لك ثانية اهو. يلا اهو بدأنا ايه؟ بالآلة. يلا شيل الكسر، قول 20 في 1 على 1.6 في 10 أس سالب 19. تطلع معايا 1 وربع، أيوه، في 10 أس 20. حلوة الصيغة دي؟ تمام يا مستر. يبقى الإجابة عندي الإجابة رقم ألف. ماشي، جميل. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده فكرة بقى. بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل جزء من موصل غير منتظم. يعني ايه غير منتظم؟ يعني في المساحة غير منتظم المقطع. يعني هنا كبير وهنا صغير، بس هو موصل واحد مش كذا موصل، موصل واحد اهو. يمر به تيار مستمر، فإذا كانت كمية الشحنة التي تمر خلال المقطع ب خلال زمن قدره 5 ثواني، في كمية الشحنة اللي تمر، هل بقى كمية الشحنة اللي بتعدي من دي أقل من كمية الشحنة اللي بتعدي من إيه؟ يعني إيه؟ يعني لو هنا 5 شحنات دخلوا من هنا، يجي يعدوا هنا، هيعدوا برضو ال5 شحنات. يبقى عامله زي خرطوم الميه، الميه اللي داخله قد اللي خارجه. يبقى كميه الشحنه اللي بتدخل من هنا قد كميه الشحنه اللي بتخرج من هنا. يبقى لما اجي ادور، لان انا كده بتكلم عن مقطع واحد، معلش انا معايا سلك تخين وبعدين رفعته، هيفرق معايا؟ لا، الاثنين واحد. يبقى في الحاله دي بقول تساوي كميه الشحنه التي تمر في نفس ايه؟ الزمن. تمام. يبقى مهما اختلفت المساحة في المقطع والطول، تمام، نفس كمية الشحنة، يعني نفس شدة ايه؟ التيار. هات لي السؤال ايه؟ السادس الجميل ده. إذا كان معدل مرور الإلكترونات من مقطع سلك إكس هو ده، يعني ده عدد إلكترونات إكس، ومعدل مرور الإلكترونات في السلك واي هو ده، يبقى ده ان واي، فإن النسبة بين شدة التيار اي اكس على اي واي. تعالى اقول لك على جنب كده، افتكر القانون عشان تبقى فاهم بتطلع ازاي. انا هي الاي بتساوي ايه يا شبابنا الحلوين؟ ان في اي على ايه؟ على التي. هو ما ذكرش التي ولا الاي، لان الاي ده ثابت يتلغي في النسب. هو ذكر الاي ولين. انا قايل لك في الفيديو بتاع التاسيس ايه؟ مع البسط علاقه طرديه، مع المقام علاقه عكسيه. يبقى مع الان علاقه طرديه. يبقى لو قلت اي اكس
على اي مين؟ على اي واي بتساوي مين؟ ها، ان اكس على ان واي. ماشي. طب انا قايل لك الان اكس اللي هو معدل الالكترونات في السلك اكس كام؟ 10 اس 20. طب ومعدل الالكترونات في الواي 2 في 10 اس كام؟ 20. دي مع دي تتبقى معاك 1 على الاتنين، او اعملها على الآلة يا شبابنا الجميل. وبكده طلعت معايا الناتج كام؟ 1 على الاتنين، اللي هي الإجابة ج. تمام؟ ماشي. نروح لسؤال تاني. السؤال بعده يا شباب بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل شحنة 2 مايكرو كولوم. معلش هنعدل نكتب هنا كولوم، يعني 2 ايوه في 10 اس سالب 6. ماشي. ده مين ده؟ الكمية الكهربائية. برافو، اللي هي ان في اي. ومدينا التردد اللي هو ايه؟ اف. في مسار دائري في ان شدة التيار الناشئ عن دوران الشحن. انا عايز مين؟ الاي. طب يا مستر انت كاتب لي القانون نف اللي فيه التردد، هو ده الوحيد اللي انت كاتبه لي. طب ما انت عارف يا حبيبي، بدل من نف شيل الان اي واكتب كيو، يبقى قف. بدل ما تنف قف. صعبة؟ بدل ما تنف ايه؟ قف. يلا الكيوب كام عندي؟ عندي ب2 في 10 اس سالب 6 مضروبة في 1000. يلا يا حبايبنا الحلوين، هتطلع معانا هي 2 في 10 سالب 3، بس هتكتب كده 2 في 10 اس سالب 6 في 1000. تطلع معاك 2 في 10 اس، هتطلع معاك الآلة كده اهو، 2 في 10 اس سالب 3 امبير. هي بص شايف دي؟ الاثنين اهو زي ما هي. سالب 3 انا واخدها اللي هي ايه؟ الملي. ارجع للتحويلات، عشان كده قلت لك من الحاجات المهمه ب2. تمام؟ ماشي. يلا نروح بقى لسؤال تاني. بيقول لك ايه بقى؟ الشكل البياني يمثل العلاقة بين الشحنة الكهربائية Q المر عبر مقطع موصلين X و Y والزمن T. مين الميل قبل ما اكمل؟ برافو، Q على ايه؟ الصادات على السنات اتعلمناه، لما بجيب ميل بقسم ده على ده، هو شدة مين؟ التيار. ماشي. فإن النسبة بين شدة التيار في الموصلين، يعني هو عايز نسبة من شدة التيار X إلى شدة تيار مين؟ Y. هسألك سؤال، مين أكبر شدة تيار؟ X ولا Y يا مستر؟ طبعا اللي أكبر زاوية، يعني الواي زاويتها أهو والإكس زاويتها أهو، يبقى زاوية X أكبر من زاوية Y، فشدة تيار X أكبر من شدة تيار، يعني بقسم الأكبر على الأصغر، وطالما قسمت الكبير على الصغير تطلع لي أكبر من إيه؟ أكبر من الواحد. ماشي، يبقى الإجابة عندي الإجابة ألف. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ الشكل البياني يمثل العلاقة بين عدد الإلكترونات N المر عبر مقطع من موصل في دايرة يسري بها تيار كهربي زمان T. يبقى أنا بعمل علاقة بين ال N وال T، فيكون الشكل البياني الذي يمثل العلاقة بين ال I وال T. شوف الهري ده كله، أنا عارف إن العلاقة بين شدة التيار والزمن علاقة ثابتة. الإجابة ألف. السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده برضو من الأسئلة الحلوة جدا، بيقول لي إيه؟ الشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين شدة تيار I المر في موصل ومين؟ والزمن T، فإن كمية الشحنة المر عبر مقطع من موصل، يعني أنا عندي علاقة بين ال I وال T. دي بحاجة بسميها، أنا بجيب المساحة تحت المنحنى، وأنا ما عنديش هنا في الرسمة غير منحنى واحد، اللي هو ده، اللي هو بالبلدي مساحة المستطيل. واحد يسألني طب أنا بجيب ليه كده؟ عشان هو طالب الكيو، مش طالب ده على ده، لا أنت طالب أي في التي، يعني ده في ده، يبقى أنا بجيب المساحة. فهمت قصدي؟
يعني لو كان اداني الكيو والاي كنا الكيو والتي كنا خلصنا، بس هو مديني الاي والتي فهو عايز الكيو، اتنين مضروبين في بعض، فبجيب المساحه بتاعت المنحنى. مساحه المستطيل ايه هي؟ الطول فين؟ في العرض. طب الطول عندي كام؟ ادي طول المثلث واهو. هنا كام؟ هنا 10 وهنا كام؟ 5. يبقى 10 في 5 بتساوي 50. ماشي. يبقى الإجابة عندي 50 إيه؟ كولوم. بص بقى في السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا عندي شكل المقابل يمثل جزء من دايرة إيه؟ كهربائية مغلقة. فأنا العلاقة بين شدة التيار، شدة التيار إحنا قلنا مهما اختلفت المساحة، شدة التيار هنا هي هنا هي هنا، يبقى شدة التيار في الثلاثة إيه؟ متساوية. صعبة لحد هنا؟ يبقى دي أول حاجة. نروح بقى للسؤال اللي بعده. أنا حاسس إن نفسي أسيب لك السؤال ده من الأسئلة اللي هتفكر فيها أنت، إيه رأيك؟ حلوة الصيغة دي؟ أنت فكر في السؤال ده من الأسئلة اللي بتبقى في المسابقة، اللي هيحله صح هياخد المكافأة بتاعته. نروح بقى لسؤال تاني، خدوا سكرين شوت، يلا حلوا، مستني حل منكم يا أحلى شباب. نروح بقى للسؤال اللي بعده. ده بقى شكل المقابل يمثل العلاقة البيانية بين عدد الإلكترونات، هو كاتب لي الN، بس خد بالك الN ضربها لي في 10 أس 20 المرة عبر مقطع منوصل والزمن T. طبيعي عايز شدة التيار ومدينا شحنة إلكترون. أنا واخد القانون اللي متعود عليه، ها I بتساوي، برافو، طالما عدد الإلكترونات N في على التي. ماشي، ان في ايه على مين؟ على التي. واحده واحده. الان عندي بكام؟ خد الرقم ده، اخر رقم باخر رقم، خد الان 3، بس ما تكتبوش 3 بس، هو 3 وهو قايل لك مضروب اهو. ايوه مضروب في كام؟ في 10 أس 20 في الاي اللي هي شحنه الالكترون، اللي هو الرقم الثابت اللي هو اصلا مديهولي حتى كمعطيات اهو، 1.6 في 10 أس سالب كام يا شبابنا الحلوين؟ 19 على الزمن عندي بكام؟ عندي 30. امسك آلتي الجميله، اعمل ايه؟ اقول كده، شد كسرك 3 في 10 أس 20 في 1.6 في 10 أس سالب 19 على 30 تطلع 8 على 5 يعني 1.6. اللي بعد، تعالى بقى نحل السؤال ده. ده برضه من الاسئله اللي موجوده في النماذج الاسترشاديه بتاعت السنه اللي فاتت اللي جه بينا معظمها الامتحان. تعالى بقى نبص مع بعض. يمثل الشكل العلاقه بين شده التيار I والكميه والزمن T. يعني انا معايا دلوقتي الI والتي، تمام؟ ماشي. ايه ده؟ عايز مني، عايز الكيو، فان الكميه الكهربيه هو عايز مني مين؟ الكيو. الكيو اي في تي، وطالما ده فيها ضرب ما ينفعش نقول ميل، بنجيب حاجه اسمها المساحه تحت المنحنى. طب ما سهله يا مستر. لا مش سهله يا اخويا، ما تستعجلش، ده في كذا منحنى. انا عندي اول شكل اهو، ونقفل بقى، نقفل الرسمه، واخد بالك انت تقعد تقفل الرسمه، بص زي الشاطر، شفت بقى؟ ما عندكش ايه شكل واحد، عندك مجموعه من الاشكال. تعال نظللهم لك. ده الشكل الاولاني عندك مين؟ ده المستطيل، وفي مستطيل كبير اهو، وفي مثلثين، في مستطيل صغير وسطيهم. شفت بقى؟ تعال نمسك واحده واحده. نجيب مين؟ نجيب مساحه ده اللي هو الشكل الاولاني ده، 2 في 2 طوله وعرضه، مساحه المربع يعني 2 في 2 ب4. يلا كده خلصنا من اول واحد. زائد هات بقى المستطيل الطويل، مساحه المستطيل. بص بقى المستطيل الطويل ده احنا بنتلخبط في جبته، هجيب طوله ازاي وعرضه ازاي؟ طب عرضه عرفناه اللي هي الحته دي صح، اللي هي ب2 في طوله بقى
طوله ده كله من كام لكام؟ من 2 ل 5، يعني كام؟ 3. يعني مش 5 ولا 2، لا الحته دي قد ايه؟ 3. يبقى 2 في 3 ب6، يبقى انا كده وصلت 6. يلا الشكل اللي بعده. الشكل اللي بعده عندي مثلثين شبه بعض، يعني لو جبت واحد كأني جبت 2. ماشي. مساحة المثلث عبارة عن ايه؟ نص القاعدة في مين؟ في الارتفاع. ادي نص قاعدة المثلث اللي هي ده اهو، اللي انا بشاور لك عليه اهو، شايف؟ انزل كده اللي هي الحتة دي من 2 ل 3، يعني 1. ماشي. بعدها ده القاعدة، الارتفاع اللي هي الحتة دي اللي هو ده من 2 ل 4، 2. يبقى 2 كده يطلع معايا بكام؟ ب1. وانا عندي مثلثين، يبقى هجمع المثلث الاولاني والمثلث الثاني لانهم شبه بعض. بعدها فاضل حته المستطيل الصغير ده. ايوه، طوله كام؟ الحته دي اهو اللي هي دي ب2، يبقى مساحه المستطيل 2 في عرضه كام اللي هي الحته دي بس اهو، من 3 ل 4 يعني ايه؟ 1، يبقى ب2. يلا نجمع 4 و6 10، 10 11 12 14، يبقى مجموعهم كام؟ 14. حلو الصغير، كان نفسي اسيبه لك تحله انت بس ماشي. يلا نروح بقى لحاجه تاني مع بعض. في يوم من الايام كان عندي شحنه كهربيه اسمها شحونه الجميل. مالك يا شحنه؟ قاعده غلبانه مستغنيصه، اديتها شويه حماس وطاقه. يلا بقى، يلا يا شحنه، يلا هوب هوب تل هوب. فقررت تجري من اول المقطع لحد ايه؟ اخره. الله عليك يا شحنايه وانت بتجري جميله، بس بقى تعبت. انا بذلت شغل عشان انقل نفسي، انا عملت فرق جهد. تعبت ولا مش تعبت؟ تحسوا بيا؟ ماشي يا ستي، حاسين بيكي بس براح علينا، ده انت يا دوب رحت مسافه كبيره، وانت لو ماشيه في الكابينات بتاعت المدن هتعملي ايه؟ ده انت يا دوب، انتوا مستقلين بقدرتي، ده انا عملت جهد ما حدش عمله. تمام. ممكن اسالك سؤال يا شحونه؟ اتفضل اسال. هو انت لما بتيجي تمشي بتمشي من منطقه جهد الكهرباء فيها عالي للقليل، ولا من القليل للعالي؟ نعم يا اخويا، انا اروح من القليل للعالي اطلع؟ لا انا يا بابا، انا من طبعي بنزل، انا مش من بتاعه الطلوع، انا بنزل، انا بروح من الجهد الاعلى للجهد الاقل، انا بروح من الجهد الاعلى للجهد ايه؟ العالي. يبقى التيار الكهربي لما بيجي بينتقل من فين؟ من الاعلى جهد للاقل جهد. يعني انا لو عندي 3 مناطق اهو، واحدة 2 فولت و0 فولت، والتاني من 2 فولت وادي 2 فولت، والتالت من 0 فولت ل 2 فولت. فين الحالة اللي بتنتقل فيها الكهرباء؟ التيار الكهربي او الشحنة الجميلة الشحونة دي لما تيجي تتنقل بتنقل نفسها من الاعلى جهد للاقل ايه؟ جهد. يعني لو الاتنين متساويين هتقف مكانها ما تتحركش كخ، ولو من الصغير للكبير ما تتنقلش اصلا. يبقى هي لما تيجي ينتقل التيار الكهربي من الاعلى جهد الى الاقل ايه؟ جهد. تمام. ممكن اختبر اختبار ذكاء؟ هو التيار الكهربي بينتقل من -5 ل2 ولا من -2 ل5؟ اوعى اللي في بالي، اوعى يا خوفي
يطلع اللي في بالي مش عارف مين اللي اكبر، -5 ولا -2. السالب الصغير هو الكبير، يبقى التيار الكهربي لما يجي ينتقل من هنا لهنا من -2 ل -5 صح؟ يبقى ده مسار انتقال التيار مين؟ الكهرباء. بس ده فكرة التيار مين؟ الكهرباء. طب هو فرق الجهد ده لما نيجي نعرفه نقول ايه؟ هو الشغل المبذول لنقل كمية ايه؟ كهربائية. يبقى هو الشغل المبذول لنقل كمية كهربائية عبر موصل. بس دي فكرة فرق الجهد. طب هو فرق الجهد رمزه ايه؟ في. ماشي، يبقى فرق الجهد عندي يا حبايبنا الحلوين في بتساوي مين؟ دبليو على كيو. واحدة واحدة عشان هنتكلم كتير في النقطة دي اللي هي ايه يا مستر؟ واحدة. في فرق الجهد، وحدة قياسه فولت. الدبليو هو الشغل المبذول، وحدة قياسه جول. الكيو اللي هي الكمية كهربية، وحدة قياسها كولو. ماشي، تعالى اعمل لي المثلث بتاعه. يلا اهو الفي دبليو على كيو. ماشي، حلوه الصيغه دي. تعالى كده على جنب كوحدات قياس اهو. الفي بفولت، الدبليو جول كولوم. فلو جه قال لي انا عايز كالاتي فولت في كولوم اقول له جول. لو جه قال لي الوحده المكافئه لمين زي ما اتعلمنا الفولت، يبقى الفولت جول على كولوم هي الفولت. طب لو جه قال لي جول على فولت اقول له مين؟ اللي هي الكولوم. ماشي، تعالى بقى اقول لك حاجه على جنبي كده بيني وبينك. ايه هي يا مستر؟ ان اصلا الكميه الكهربائيه دي كانت عباره عن حاجتين، ايه هما؟ ان في اي او اي في التي، يعني امبير في ثانيه، صح كده؟ من القانون الاول. يعني لما اجي استنصح عليك دلوقتي واقول لك ايه يا مستر؟ انا عايز الوحده المكافئه جول على الامبير في ثانيه. طب ما الجول اللي هو الشغل اهو، والكولوم اللي هو امبير في ثانيه. يعني انا ممكن اشيل ده واكتب مكانه امبير في ثانيه. فلما يجي يقول لي اهو انا عايز منك جول على امبير في ثانيه اقول له فولت، يبقى دي فولت. يبقى الفولت بقت عندي حاجتين، ايه هما؟ جول على الكولوم او جول على الامبير في ثانيه. دي اسمهم وحدات ايه يا شبابنا الحلوين؟ مكافئه. العلاقه بين اهو بكل بساطه بين مين ومين؟ بين فرق الجهد والشغل علاقه طرديه. بس خد بالك فرق الجهد والزمن علاقه ثابته. كل ما زادت الكميه الكهربائيه برضه فرق الجهد علاقه مع الكميه الكهربائيه علاقه طرديه. ماشي، تعالى اقول حاجه بسيطه جدا. خد سكرين شوت الاول السبوره الجميله دي. ماشي، يلا ادي القانون. هنا بقى التيار الكهربي هنا بينتقل من موجب 3 فولت. هنعمل بس حاجه صغننه، هنكتب هنا ايه؟ -3. ينتقل من فين لفين؟ ينتقل من موجب 3 لسالب 3، من الاعلى للاقل. يبقى ده اتجاهه. ماشي يا مستر،
طب افرض بقى نفس السؤال اهو، وهنا موجب 3 وهنا موجب 3، ايه رايك في الصيغه دي؟ تعالى واحده واحده. هو كده هنا ينتقل جهد؟ لا طبعا، ما ده هو ده، يبقى هنا مفيش انتقال. يعني في الحاله دي فرق الجهد بكام؟ صفر. يبقى في الحاله دي زي ما انا عامل اهو، هتلاقيني بقول لك ايه؟ فرق الجهد بصفر. تعالى بص هنا بقى، من موجب 5 لسالب 3، ايوه اللمبه تنور والدنيا تبقى جميله. ماشي. ليه بقى؟ عشان هيروح من هنا لهنا. هنا اهو. فلما اجيب فرق الجهد اقول ايه؟ 5 زائد ناقص سالب 3 تطلع كام؟ 8. قلت لك بنطرحهم من بعض. تمام. ماشي. الأجهزة المستخدمة. الأجهزة إيه؟ المستخدمة. تعال أقول لك رسمة جميلة جدا. رسمة الدايرة عندنا شبابنا الحلوين إيه؟ أنا عندي بطارية، وعندي إيه؟ مفتاح الجميل، وعندي مقاومتي. أحط هنا جهاز في نفس السلك في نفس التوصيل على التوالي كلهم في خط إيه؟ واحد. شايف الجهاز اللي لو رسمت له بحرف الإيه؟ م، اسمه أميتر. اسمه ايه؟ اميتر. اتوصل على ايه؟ على التوالي. بيقيس ايه؟ شدة التيار. وحدة القياس اللي بتخصه امبير، اللي هي ايه؟ كولوم على الثانية. ده كل حاجة بتخص عندي مين؟ بتخص عندي الجهاز الجميل اللي هو الاميتر اللي متوصل على ايه؟ على التوالي. في جهاز تاني هوصله، بص بقى معايا وصحصح في التوصيل. في جهاز هوصله هنا، وفي جهاز هوصله هنا. هما الاثنين اسمهم فولتميتر. يعني ده، بص انا عايزك تركز قوي في الحته دي عشان خاطر بيقول لك ايه؟ بيقول لك الجهاز ده اسمه الفولتميتر. طب ما الجهاز ده برضه هو ايه؟ الفولتميتر. بس انا عايز اقول لك هنا ده هيقرا وده مش هيقرا. يعني ده بالمنظر بتاع الدايره ده هيقرا صفر. عارف ليه؟ عشان ايه؟ الدايره مفتوحه فمش هيوصل تيار هنا فمش هيقرا حاجه. بس هنا يقرا عشان متوصل بالبطاريه فبيقرا حاجه اسمها القوه ايه؟ القوه الدافعه الكهربائيه. صح؟ يبقى ده بيقرا عندي فرق الجهد الكلي بتاع البطاريه اسمها القوه الدافعه الكهربائيه، اللي هي بالبلدي الفي بي. تمام؟ اللي هو الكلام ده ركز معايا، اللي هو الشغل الكلي المبذول. صح؟ مش هيفرق بقى معاه مفتوحه ولا مقفوله، لان اصلا الكهرباء خارجه من البطاريه فبيقرا على طول. ماشي؟ لحد هنا تمام؟ هنا ده عشان يقرا لازم المفتاح ده يتقفل. يبقى كده مش هيقرا صفر، هيقرا رقم. يبقى جهاز اسمه ايه؟ الفولتميتر. انا ملاحظ ان الفولتميتر هنا او هنا متوصل على التوازي. يعني ايه التوازي؟ يعني واخد فرع لوحده، طالع بره السلك اهو، فرع لوحده ماشي فيه. يبقى متوصل على ايه؟ على التوازي. وحدة قياسه فولت، اللي هي جول على الكولوم او جول على امبير في ايه؟ في ثانية. صعبة؟ اهميته ده بيقيس فرق جهد. متوصل بايه؟ بالمقاومة. يبقى بيقيس فرق جهد المقاومة. ماشي؟ تمام؟ ماشي. نروح بقى الحتة ايه؟ ثانية مع بعض. سؤال، يلا خش في السؤال. أي من الحالات الآتية يعبر السهم عن الاتجاه التقليدي للتيار الكهربي من مقاومة ايه لبي؟ التيار الكهربي بيمشي من فين لفين؟ من الموجب للسالب، بس من الأعلى للأقل.
بص هنا معايا في الف، اتفضل يا مستر. من 10 فولت ل 2 فولت، صح، من الكبير للصغير ماشي. هنا من سالب 4 لموجب 2، لا طبعا، لا مش من الصغير للكبير. هنا من 0 لموجب 10، لا طبعا. هنا من سالب 4 ل0، لا طبعا. هو لما بيجي بينتقل بيمشي معايا من فين لفين؟ بيمشي من الكبير للصغير، من 10 لموجب 2. ماشي، واحدة باين. بعد في الشكل المقابل يكون الشغل المبذول لتمر شحنة كهربية مقدارها قد ايه؟ شحنة 4 كلوم. يعني أنا معايا هنا الكيو ب4 كلوم بين نقطتين، وهنا مديني 2 فرق جهد. عشان أجيب فرق جهد واحد قلنا نطرحهم من بعض، يعني أقول كام؟ 15 ناقص سالب 5، أهو بطرح ده من ده، يعني ماشي كده، يبقى تدينا ايه؟ 20 فولت. انت عايز مني مين؟ عايز الشغل. هو انا اصلا عندي المثلث بتاعي الجميل V بتساوي W على Q، فانا عايز ال W V في Q، يبقى ال W بتساوي V في Q. ال V عندي بكام؟ 20 في 4 بتساوي 80 جول. الإجابة د. السؤال اللي بعده، سؤال 13، بيقول لي في السؤال ده: إذا كان الشغل المبذول لنقل كمية كهربية من الشحنة الكهربية مقدارها الكمية اللي هي إيه؟ الكيوب كام؟ ب5 كولوم بين نقطتين في موصل هو 100 جول. جول اللي هو مقصود بيه الشغل المبذول اللي هو دبليو، 100 جول. وكانت هذه الكمية تمر خلال مقطع من موصل في زمن التي 1 ثانية. عايز فرق الجهد بين طرفين. في بتساوي دبليو على ايه؟ على كيو. يعني كام على كام؟ 100 اللي هي الدبليو اهو على 5 فيها 20 فولت. بس هي كده المسألة. يبقى الإجابة عندنا السؤال ده بقى تكملة السؤال اللي فات يا شباب. أنا جبت الفي بكام؟ ب 20 فولت. عايز مني الآي. طب إيه علاقة الموضوع؟ طب ما هقول لك الآي بتساوي الكيو على إيه؟ على التي. طب ما الكيو عندي بكام؟ ب5 والتي بكام؟ ب1، تطلع 5 أمبير. سهلة وبسيطة. ونروح للسؤال اللي بعده. السؤال ده بقى إيه؟ تكملة برضو. أنا جبت الفي وجبت الآي من الفاتت أهو. يعني أنا جبت الفي ب20 والآي ب5. راح طالب مني عدد الإلكترونات المرة خلال 2 ثانية. يعني هو عايز مني الإن. يعني مين في مين؟ اي في التي على الاي. طب الاي انا جبتها بكام؟ ب5. طب والزمن قال لك 2 ثانية على الاي اللي هي شحنة الكترون 1.6 في 10 أس سالب ايه؟ 19. تطلع معايا الإجابة زي ما أنا معلم عليها ج 6.25 في 10 أس كام؟ 19. تمام. نروح لسؤال بعد. يعني ايه كلمة الكولوم يساوي كمية الشحنة الكهربية؟ محتاجين نبقى مركزين. يعني هو بيسألني على الكولوم الواحد، عايز اجيب 1 كولوم، يعني عايز اجيب الكيو. طب الكيو انا واخدها في قانونين. قانون شدة التيار اي في التي، والقانون الثاني دبليو على الفي، الشغل على الفرق الجهد. تعال يبقى انا معايا قانونين اهو. تعال نبدا واحده واحده مع بعض كده. بيقول ايه؟ اذا مرت خلال مقطع في موصل في زمن قد ايه؟ الزمن 5 اللي هو التي، كانت شده التيار المره في الموصل اللي هي ايه؟ الاي.
طب ما انا واخد ان الكيو اي في تي، يعني 50 في 5 هيدينا 200 وايه و50 كولوم. انا عايز اطلع 1 كولوم اصلا كده، دي مرفوضه. طب اذا مرت خلال مقطع من موصل في زمن، انا كده معايا التي اهو 50 ثانيه، كانت شده التيار نص جول، نص مش جول، نص امبير، عدلها بس امبير اهو. ماشي، برضه هقول 50 في 5/10. تمام، هنضرب على الآلة بتاعتنا 50 في 5/10. 50 في 5/10 25، يبقى أنا معايا 25. طبعا مرفوضة. طب تحتاج شغل اللي هو الدبليو 5 جول لنقل كمية بين نقطتين فرق الجهد اللي هو في. طب ما أنا واخد إن الكيو أهو دبليو على إيه؟ على الفي، يعني كام على كام؟ 5 على نص. 5 على نص طبعا ب10، وانا عايز 1 كولوم. طب تحتاج الى الشغل قدره 5/100 لنقلها بين نقطتين فرق الجهد 5/100. يعني انا لو قلت الكيو بتساوي دبليو على الفي، يعني 5/100 على 5/100 بتساوي 1، طلعت 1 كولوم. يبقى هي دي صح، الاجابه مين؟ د. فهمت قصده يعني ايه الكولوم يساوي؟ يعني انا عايز منك 1 كولوم. تمام؟ تعالى ببص معايا في السؤال ده. بيقول ايه؟ اذا كان الشغل المبذول لنقل، بص بقى معايا، 10 أس 20 الكترون، يعني ده الان عدد الالكترونات بين طرفي موصل اكس، يعني ده الان بتاعت الاكس. هو خد بالك الشغل بقى اللي هو الدبليو بتاع الاكس 10 جول، والشغل المبذول لنقل 4 في 10 أس 20 الكترون، ده الان عدد الالكترونات بتاعت الواي بين طرفي موصل واي يساوي 20، يعني مديني الدبليو بتاعت الواي. عايز النسبه بين فرق الجهد. طب ما ايه علاقه الموضوع؟ انا واخد قانون فرق الجهد دبليو على كيو، صح؟ برافو. يعني دبليو على ان في اي، انا شلت كيو كتبت ايه؟ ان في اي، مع الدبليو بسط علاقه طرديه، مع الان علاقه عكسيه. الاي ده ثابت، شحنه الالكترون ثابت بنلغيها. يلا، يعني لو جيت قلت انا عايز في اكس على في واي، تمام؟ بتساوي ايه بقى؟ يلا معايا. بتساوي يا مستر بكل بساطه دبليو مع الدبليو علاقه طرديه، دبليو اكس على دبليو واي، في مع الان علاقه عكسيه، يبقى ان واي على ان اكس. يلا نعوض. الدبليو بتاع الاكس بكام؟ انا كاتبه 10، والدبليو بتاع الواي كام؟ 20، في ان الواي بكام؟ 4 في 10 أس 20، على ان الاكس بكام؟ ب 10 أس 20. 10 أس 20 مع 10 أس 20، 4 في 10 ب 40، وعلى ال 20 صفر مع الصفر هتطلع 2 على 1، يبقى الإجابة عندي ب. تمام؟ حلوة الصيغة دي؟ جميل. نروح للسؤال بعده. هنا بأي الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين فرق الجهد بين طرفي موصل يسري به تيار مستمر والزمن. ما أنا قايل إن فرق الجهد ما بيتغيرش بمرور إيه؟ الزمن، يبقى علاقة ثابتة ألف. السؤال اللي بعده. تمام، أي من الأشكال البيانية التالية يمثل العلاقة بين الشغل المبذول W لنقل شحنة كهربائية بين نقطتين وفرق الجهد بينهما ثابت، وكمية هذه الشحنة بين الدبليو والكيو علاقة طردية. ماشي، بص بقى معايا في السؤالين اللي جايين ده. الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربائية تحتوي على جهاز اكس اهو، وده متوصل توالي يبقى ده اميتر، وجهاز واي ده متوصل توازي يبقى فولتا ميتر. يبقى انا عندي الجهاز اكس اميتر
والجهاز واي فولتميتر. بعدها رسمنا بقى، احنا عرفنا النكس ده ايه؟ اميتر عشان متوصل توالي، والواي ده ايه يا شباب؟ فولتميتر عشان متوصل توازي. تمام؟ يبقى اهو ماشي. نروح للجزئيه اللي بعدها، معلش السؤال متكرر. تعالوا هنا بقى. هنا بقى بيقول لك الشكل البياني المقابل يوضح التغير إرادة الشغل المبذول لنقل شحنة خلال موصل. احسب تغير في فرق ايه؟ الجهد. طب هو مديني ايه؟ ماشي، حسب تغيرات فرق الجهد بين طرفين تكون شدة التيار الناتجة عن مرور شحنة كهربية خلال 5 ثواني. هو هنا عايز مني الاي. الاي بتساوي كيو على التي. طب انا معايا التي اللي هو قال لي خلال قد ايه؟ 5 ثواني، ومعيش اي حاجة تاني في المسألة. فاضل لي مين؟ الكيو. طب ما الكيو هو عبارة عن ايه؟ ارجع للمثلث الجميل بتاعك. في دبليو على ايه؟ كيو. يبقى دبليو على الفي هو الكيو. دبليو على الفي، يعني ده على ده. طب اجيب منين الارقام؟ مدينا زاويه. ارجع لكرسي التاسيس، احنا خدناه ان طول ما في زاويه بجيب تاني الزاويه. يبقى تان 58. يبقى على الاول كده على الاله اكتب اقول ايه؟ ها، تان 58 يساوي 1.6. ده كده مين؟ الكيو. كده انا جبت الكيو 1.6 على 5 يساوي 32%. الاجابه دي. ماشي، نروح بقى للسؤال بعده. لا، هو مفيش سؤال بعده. كده احنا الحمد لله شرحنا شدة التيار، شرحت لك فرق الجهد، حليت لك معاك كل المسائل اللي ممكن تقابلها. انا اعتقد انت مش هتقابل مسائل تانية جديدة او شكل جديد غير الاسئلة اللي انا بحطها. كمان مع بعض يا شباب هنكمل الرحلة وهنوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. اشوف وشكم بخير واحلى شباب. يلا ربنا معاكم في سنة سعيدة.